السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب. أنا عارف إن أنت خايف إن ال AI ياخد مكانك في الشغل، وده ممكن يحصل، بس لو أنت لعبتها صح مش هياخد مكانك. تعال نرجع بالزمن شوية لورا. أول ما المكنة طلعت كانت الناس كلها خايفة إن المكنة دي تاخد مكانها، الناس كلها كان بالنسبة لها يعني إيه حتة حديدة هتطلع تاخد مكاني في الشغل، أنا بعمل حاجة دي بإيدي. بس اللي حصل إن المكنة ما خدتش شغلهم بالفعل. المكنة خدت شغل الناس اللي ما كانش ليها لازمة، أو الناس اللي كانت قررت إنها تقف عند نقطة معينة في الزمن وما تتحركش بعد كده. يعني مثلا أي شغلانة في واحد بيشتغلها هي ليها حاجات جديدة وبتتطور على طول عشان تزود الإنتاجية بتاعته. طيب لو هو مش هيطور من نفسه، المكنة خدت مكانه على طول. ده نفس حال ال AI دلوقتي أو الذكاء الاصطناعي. كل الناس خايفة إن ال AI ياخد مكانها في الشغل، وده بيحصل فعلا، بس هو بيحصل بسرعة شويتين على عكس ما كل الناس توقعت. كل الناس توقعت إن ال AI ده هياخد فترة طويلة جدا لحد ما نشوفه ونشوف الروبوتس زي ما بنشوف مثلا في أفلام مارفل. بس الواقع غير كده خالص. ال AI هو موجود من زمان جدا، بس ما كانش طالع بالقوة دي كلها. أول حاجة طلعت كانت OpenAI لما طلعت شات جي بي تي عموما، بعد كده شات جي بي تي 3 و4 لما طلعوا كانوا طفرة في عالم ال AI. أول ما شات جي بي تي 3 طلع كانت الناس كلها بتقول إن هو هياخد مكان كل الفريلانسرز اللي بتشتغل على الحاجة الكرييتيف مثلا في الإعلان أو بتشتغل على كتابة المقالات. بس ده ما حصلش. ليه؟ لأن شات جي بي تي هو عبارة عن إن هو عنده معلومات كتير جدا بيجمعها وبيطلع لك أنسب حاجة تمشي مع بعض. لكن هو ما عندوش الحتة الإبداعية بتاعتك، أو ما عندوش الحتة الإنسانية اللي ممكن الواحد يكتبها بنفسه. طيب لو واحد واقف عند نقطة معينة في الزمن، هو مش عايز يتعلم أكتر من كده، ما دخلش خد كورسات أكتر، ما دخلش شاف الناس بتمشي إزاي، ما اتعلمش ال AI نفسه، ساعتها ده ال AI هياخد مكانه. فوتوشوب بيتا لما طلع بقى بياخد مكان كل الديزاينرز، مش كل الديزاينرز حرفيا، هو بقى بياخد مكان اي حد كان بيدخل على فوتوشوب هو ما عندوش السكيلز المعينه. هو بيدخل على فوتوشوب هو عارف حركتين بيعملهم وبيمشي، ده الاي اي خد مكانه. لكن لو واحد ديزاينر من زمان او شغال في شركه كبيره او هو حتى شاطر في شغله، فوتوشوب مش هيقدر ياخد مكانه. ونفس الحال لشات جي بي تي، لو انت بتكتب محتوى كويس هو ما يقدرش ياخد مكانك. انت الوحيد في الدنيا اللي تقدر تغير اي حاجه موجوده حواليك لصالحك او لضدك. الاي اي هو قسم في كمبيوتر ساينس بيعتمد على زي خلايا المخ، ان هو بيقدر يفكر، يقدر يقرا اللي انت بتقوله، يحلله ويطلع لك النتائج على طول. ده في حال اي مجال. يعني انت مثلا لو بتشتغل بروجرامر، ديزاينر، رايتر، ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه، فالاي اي هو داخل فيه. بس انت تقدر تغير ده ازاي؟ ان انت تبدا تتعلم اصلا تكلم الاي اي ازاي. معظم الناس اللي بشوفها دلوقتي هو بيهرب من الاي اي، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان انت لو ما اتعلمتش الاي اي انت هتبقى اوت ديتد، وساعتها الكلاينت مش هيحتاج في اي حاجه. الكلاينت كل اللي هو عايزه ان يطلع له الشغل باحسن صوره ليه. انت تقول لي دلوقتي لو الكلاينت دخل على شات جي بي تي مثلا وقال له اكتب لي المقال، ما هو هيكتبه له صح، هو هيكتبه له، والكلاينت كمان يقدر يعدل عليه، وساعه ما يعدل عليه هو ما بقاش محتاج. بس في حاجه بسيطه، الكلاينت مكسبه من المقال مثلا اللي بينزل على الويب سايت بتاعه ان هو ينزل له اعلانات، وجوجل رافضه ده خالص. جوجل اول ما بتشوف اي حاجه معموله بالاي اي هي بتعمل لها رانكينج داون، الرانك بتاعها بيبقى تحت خالص عشان هو ما فيهوش الحته الابداعيه. جوجل على طول عايزه المعلومات الجديده والشغل الجديد، مش حاجه مرسومه من زمان والاي اي بس بيقدر يغير شكلها. انت كفريلانسر ممكن تدخل وتبدا تتعلم ازاي تكلم الاي اي. كل الناس شايفه ان الاي اي هو عباره عن تكست بوكس، انت بتدخل تكتب له اي حاجه هو يرد عليك. هو هيعمل كده، بس مش هيديك الرد اللي انت محتاجه، او مش هيديك الرد اللي انت فعلا تقدر تقدمه للعميل والعميل يقبله. طب تعالى بقى نشرحها واحده واحده. انت دلوقتي لو دخلت على ابورك وبدات تشوف الشغلانات كلها، هتلاقي النص بيقول لك ان هو مش محتاج اي اي يدخل في الموضوع، ودوت ناس فعلا لو دخلت الاي اي هو هيدخل على اي موقع زي مثلا كوبي ليكس وهيعرف ان شغلك ده كله اي اي. وطبعا في الديزاينز بتبان ان هي اي اي، لان الاي اي في الديزاين زي مثلا فوتوشوب هو ما بيقدرش يطلع لك الصوره بيرفكت، هو ممكن تستعمله بس ان انت تطلع سكتش بره، ان انت في رسمه في دماغك وعايز توريها للكلاينت وتقول له ده السكتش اللي انا هرسم عليه بعد كده، ممكن تستخدمه. لكن في حاله الشغل نفسه هو مش هيقدر يطلع لك الفول بيرفورمانس اللي انت تقدر تقدمه للعميل. لو انت كاتب محتوى مثلا زي ما انا بشتغل، ايه اللي انا بعمله؟ انا اول حاجه بدخل على شات جي بي تي او بدخل على بارت، انا هكتب ارتكل عن اي حاجه، بقول له ان انا عايز النقط اللي انا هتكلم فيها، هو طبعا هيديك النقط على طول. النقط دي بس عشان ترتب افكارك. بعد كده ممكن تقول له انا عايزك تكتب لي السكريبت او الارتكل بيزد اون على الاوتلاين اللي هو كاتبه، النقط اللي هو كاتبها هيكتب لك سكريبت. طبعا السكريبت ده او الارتكل اللي انت واخده مش هتحطه زي ما هو او مش هتقوله زي ما هو، انت بتاخده وتطلع منه كل الافكار الممكنه، كل الافكار اللي يمشي على دماغك، او تقراه كله، وساعتها دماغك هتبدا تمشي في المجال ده وتبدا تطلع افكار جديده. انا في الفيديو اللي فات قلت لك ان الفريلانسنج هو المجال الجديد، هو المجال اللي كل الناس هتشتغل فيه،
هتيجي تقول لي طب يا فوزي دلوقتي الاي اي بقى ده ياخد اماكن الفريلانسر، طب انا اعمل ايه؟ بص، المكنه لما طلعت زي ما قلت لك هي ما خدتش مكان الناس كلها، هي خدت مكان الناس اللي ما كانتش بتجدد من نفسها. انت لازم تروح تتعلم اي اي، زي مثلا ان انت تدخل على ليرن برومبتنج، ده موقع فور فري طبعا، كل الناس الشاطره بتبدا تكتب عليه، بيدوك الخبره بتاعتهم، طبعا هو اورجنايزد جدا بتمشي فيه في ليفلز. ده لما تدخل عليه هو بيعلمك ازاي تتكلم مع الاي اي، ازاي تطلع منه احسن نتيجه. هتدخل هتلاقي ليفلز كتير جدا تبدا تمشي فيهم واحده واحده. لو انت عندك البيزكس ممكن تسكيب ليفلز، مش لازم ان انت تمشيهم بالترتيب. بعد كده بتبدا ان انت تقدر تتكلم مع الاي اي. طب انا دلوقتي بعرف اتكلم مع الاي اي، في شغلانات كامله على ابورك دلوقتي والنهارده بتقول لك ان انا عايزه اي اي ويسبرر، انا عايزه واحد بيقدر يكلم الاي اي بس. هم عندهم شغل كتير جدا، الشغل ده ممكن بني ادم يخلصه في 10 ساعات والاي اي يخلصه في ساعتين، فهو عايز اللي يقدر يخلي الاي اي يشغله في ساعتين. انت كفريلانسر لو بدات تهرب من الاي اي وتقول انا مش هتعلمه، فعلا هتبقى بتشتغل شغلانه زي اي شغلانه عاديه. لكن لو بدات تتعلمه انت هتبدا تبقى 1% من الناس اللي هتفضل ثابته في فريلانسر. لان دلوقتي انت كواحد بتشتغل فريلانسر بتخلص الشغل بتاعك في 10 ساعات، الاي اي هيخلوا لك في 5، فالكلاينت هيفضل محتاجك. لان الكلاينت لو راح على الاي اي لوحده، زي ما معظم الشباب دلوقتي بتقول ان الكلاينت مش هيحتاجنا خالص، هو الكلاينت ده محتاج ناس تشتغل اي اي. الاي اي ده عباره عن جهاز، ما هو لو ما حدش شغاله هو مش هيشتغل، وبالتالي مفيش شغل هينتج. فانت لازم تتعلم اصلا تتعامل معاه، بعد كده تتعلم ازاي اطلع منه الشغل اللي انا محتاجه وازاي اعدل عليه. وطبعا ده ما يغنيش عن ان انت تتعلم شغلك نفسه. يعني انت مثلا لو ماركتير انت لازم تتعلم الماركتنج نفسه، بعد كده الاي اي يقدر يساعدك. لو انت بتشتغل على اس اي او اوبتمايزيشن مثلا لاي ويب سايت، الاي اي يقدر يساعدك لكن انت لازم يبقى عندك البيزكس وتفضل تطور من نفسك، لان هيجي عليك وقت في واحد متعلم الاي اي ومتعلم الاس اي او اكتر منك او اي سكيل تانية، وساعتها ده هياخد مكانك 100%، وساعتها ما تلومش غير نفسك. تعال اقول لك على شويه ابلكيشنز ممكن تتعلمها عشان تبقى مواكب عصر الاي اي كله، وتبدا ان انت تبقى منتج اكتر. لو انت مثلا بتشتغل في مجال صناعه المحتوى او كتابه مقالات، فانت ممكن تستخدم نوشن، ممكن تستخدم شات جي بي تي، ممكن تستخدم بارد. كل دول ممكن تكتب لهم حاجه ويرد عليك على طول، بس اوعى تاخد كلامهم وتديه للعميل على طول، هيتعرف وهتترفض. لو انت شغال ديزاينر ممكن تستعمل حاجه زي ميد جورني او فوتوشوب، الاثنين ممكن يساعدوك ان انت تعمل ديزاينز كتير جدا. بس ميد جورني هو احسن شويه، لان ميد جورني انت بتدي له البرومبت. طبعا لازم تتعلم البرومبتنج ازاي، زي ما قلنا في اول الفيديو لازم تتفرج على الناس بتعمل برومبتنج في المجال اللي انت بتتعامل فيه، لازم تدخل في الكوميونيتيز بتاعتهم. زي ميد جورني مثلا ليه ديسكورد شانل، لو دخلت على الديسكورد بتاعهم هتلاقي ناس كتير قوي بتتعلم هناك وبتعلم، فانت لازم تبقى عارف الدنيا هناك بتبقى ماشيه ازاي. ده انت بتديله اي برومبت بيطلع لك الصوره اللي انت عايزها. يعني لو في دماغك اي ديزاين هو مش موجود ومش لاقيه في اي حته، هو يطلع لك الديزاين ده. فوتوشوب هو حاجه زيه، بس فوتوشوب هو جنريتيف فيل، يعني انت بتديله حاجه وهو بيقدر يكملها لك. اي نعم ممكن يزود لك حاجات من وحي خياله، بس هو لسه مش مصمم لده قوي، فهو شويه ضعيف. لو انت مثلا شغال بروجرامر ممكن تدخل على جيت هاب كوبايلوت، ده بيقدر ان هو يساعدك في البروجرامينج اكتر، لان هو بيديك سجستشنز لحاجات اكتر. يعني انت مثلا انت تكتب الكود هو هيحاول يساعدك في الموضوع، وهيعلمك ازاي تكتب الكود بتاعك اسرع. كل البرامج اللي انا قلتها لك ديت حاجات هتخليك فعلا تنتج اكتر. لما تكلم كلاينت مش تبقى بتقول له انا هعمل لك الشغل بتاعك على الاي اي، هتقول له انا بعرف استخدم الاي اي، وده فرق كبير جدا. بص اللي عايز اوصله لك ان الاي اي عمره ما ياخد مكانك. الذكاء الاصطناعي هو حاجه اصلا لسه جديده على العالم، ولسه بتتطور ولسه بتتعلم. انت كل اللي عليك ان انت تفضل مواكب الحياه. انت لو اتاخرت هتيجي فتره وتلاقي ان انت ما عندكش شغل خالص. ده ممكن كمان قد ايه، ده حاجه الله اعلم، ممكن 10 سنين 5 سنين، ممكن بكره. الاي اي هو ماشي بسرعه، بس انت ممكن تمشي اسرع بان انت تتعلم نفسك. التعليم هو الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تفضل بيها اعلى من الناس كلها، واعلى حتى من الذكاء الاصطناعي. لان الذكاء الاصطناعي هو حاجه مبرمجه، الانسان هو اللي برمجها. يعني انت ممكن بمخك لوحدك تبقى احسن من كل الكلام ده، بس لو انت قررت ان انت تفضل قاعد في البيت خايف من الاي اي وتقول انا مش هشتغل او مش هتعلم الاي اي، هيجي لك اليوم وما تلاقيش شغل خالص. يا رب اكون فدتكم الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو وعايز تعرف اكتر عن موضوع الفريلانسنج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على انستجرام وعلى تيك توك. سلام. وفي الاخر انا عايز افكرك ان الرزق ده حاجه بتاعت ربنا، ولا بتاعتك ولا بتاعت حد تعرفه. صلى على النبي. ولا بتاعت اي حد.